السلام عليكم. اليوم تعالوا اليوم راح نسوي عشاء. الصمون البايت اللي عندنا البارد راح أقطعه هيجي بهاي الشكل ونصفه طبعا بصينية الأوفن. يعني تقدرون أشكال هن أي شي طوال إن تقدرون مربعات أي شكل من الأشكال تقطعينه. هنا استعملت السكينة قلت بعد أحسن يقطع من هذاك يعني شوية كان ما يقطع عدل يعني. بهذا الشكل صفيته بالصينية كاملة. وهنا أنا جيت أسوي بنفسي أني المايونيز. حطيت طبعا دهن، الصلصة مالتها راح أسويها دهن زيت بعدين بيضة. طبعا هنا أنا ما صورت، حطيت بشوية ملح وشوية لمندوزي وفص ثوم واحد يعني سناية ثوم. هاي ورا ما أخبطها حطيت هذني حتى تكون طعمها كلش طيب. هذا الخلاط اليدوي من تحطون بالجسم ما نشيله، نخليه بالقاع ونشغله. يعني من تحركه شوية ما راح يصير، بس إذا ما تحركينه أبد راح يكون يتفاعل ويسخن. الخليط يسخن يعني هيجي. طبعا استكانة دهن يعني زيت على بيضة واحدة يطلع هيجي القوام هيجي يصير، معاها الثوم ولمندوزي وملح. هذا هو هيجي يصير القوام. هنا عندنا الصمون حطيناه بالفرن وطلع بهذا الشكل. شغلنا فوق وجوا طلع مقرمش وحلو هيجي. سوينا معكرونية هنا تحطينها على الصمون هيجي، طبعا طعمها كلش طيب. وهذا المعكرونية هم تقدرين تاكلين وياها. هذا المقرمشات اللي سويناها هم تقدرون تاكلون وياه. هذا الشكل كان عشاء خفيف وطيب كلش طيب. إن شاء الله تجربونه ويعجبكم. إن شاء الله تجربوه يعجبكم ومع السلامة.